فيه السلام. وأحضرت دابة لم يرى مثلها بشر وهي البراق. ركب النبي البراق وانتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهناك حدث مشهد لا يتكرر في تاريخ البشرية. اصطف الأنبياء جميعا، آدم، نوح، إبراهيم وموسى وعيسى. تقدم محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمهم جلاه ما غشيها، تغيرت تلألأت بما لا يصفه بشر. في هذا المقام العظيم فرضت الصلاة، في البداية 50 صلاة ثم تخفيف حتى أصبحت 5 صلوات، لكنها في الميزان 50 أجر. الصلاة لم تفرض في الأرض بل فرضت في السماء. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأخبر الناس بما حدث، فكان التكذيب والسخرية إلا رجل واحد، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال كلمته الخالدة: إن كان قال فقد صدق، فاستحق لقب الصديق. الإسراء والمعراج ليست قصة بل رسالة عاش. الدرس: بعد الشدة فرج. الصلاة صلة بين الأرض والسماء، من صدق مع الله رفعه الله. والمسجد الأقصى عقيدة لا قاضية عابرة. إذا ضاقت بك الدنيا فتذكر أن نبيك صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء بعد أشد لحظات الألم. ما تنسوش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وتشترك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله.